عرض للنجم المصري محمد صلاح مستحيل يتقال له لا من السعوديه. صلى على النبي وتعالى اقول لك. ابو صلاح اقعد، انا ابو صلاح منور، شوف لك حته اقعد فيها. نادي اتحاد جده السعودي قدم عرض ثالث مغري لمحمد صلاح وكمان ليفربول. الفريق السعودي هيشتري محمد صلاح من ليفربول ب 100 مليون يورو. يا لمبي ده انا عاطف يا لمبي، كنت معاكم في نفس الفصل. يابا العاطف غرور مش صلاح معلش قعدوا معانا هنا يعني. وهيدي محمد صلاح اسبوعيا 2 مليون يورو، يعني حوالي 80 مليون جنيه مصري، زائد قصر كبير جدا في جده وطياره خاصه ونسبه كمان من مبيعات قمصان النادي وثلاث عربيات لافراد العائله من احسن انواع العربيات في العالم. لو انت مكان محمد صلاح دلوقتي هتروح السعوديه ولا هترفض العرض ده؟ انا في الساحه واقف لوحدي وانت واصحابك ليا باصين. انا شاب. اتفضل اتفضل اتفضل. It is 100 million pound mark, which is the figure being talked about. Obviously, Mo is 31 with 2 years on his contract. It is. So, yeah, there's nothing there. If there would be something, the answer would be no. ادي 2 it is اهو. مع 2 اخواتهم يدينا 4 اتزات. فاربعه ادي 16 اتز ولسه ما عملناش حاجه الحمد لله. جاي مغربي يقعر. هذا يقول دلاله واضحه على ان العلاقه بين الدولتين علاقه اتزيه حقيقيه. جاي مروكي يقعر. وش فيه؟ فيه عسل مروكي. صدق اولاد وصدق، والله فيه العسل تاع المروك. اسمع يا بوري، هوبا هيقعوا. الفلوس دي مش هتطلع من ايدي ابدا، ولو ما كانتش من نصيبي مش هتبقى من نصيب حد تاني. فاهم يا بوري؟ لماذا يعد حمد الله أفضل هداف في الدوري السعودي؟ انا جمهوري واقف في ظهري. في آخر دقائق الشوط الأول هجمة خطيرة لفريق الاتحاد. شاهد جيدا تمركز كل من بنزيما وحمد الله. خلال ثوان قليلة حمد الله الذكي غير من تموقعه بشكل لا يصدق ليحرم البنز من هدف عالمي على الطائرة. جماعة أنا مغرم باللاعب اللي اسمه حمد الله المغربي. نمبر 1 وانتوا عارفين نمبر 1. لكن في المقابل يسجل هدفا خرافيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نمبر 1. النهارده ان هو مش مجرد جاب هدف خرافي وخلاص وخلصت الحدوته على كده، ولا جاب الهدف الثاني من ركله الجزاء مع انه هو برضه اللي تسبب فيها، ولكن ما ننساش ان كريم بنزيما سابها له. بعد الهدف بنزيما يحيي اللاعب حمد الله. انت منين طلعت لنا؟ الله يرحم والديك. بهدفه المذهل في شباك الرياض. والله العظيم انك مش لا حمد الله كمان ما اكتفاش ان هو يبقى هداف الدوري السعودي، في اول 3 مباريات بيسجل 4 اهداف بواقع هدف فاصل 35 في كل مباراه. يا اخي الساطي يا اخي، يا اخي حمد الله يا اخي. ولكن حمد الله تحس ان هو بيتغذى على الضغط. يا ناس والله العظيم اي احد يطالب بخروج حمد الله من الاتحاد يا اخي في عقلك شيء انت، في راسك شيء انت. لما تيجي تقدم وظيفه كده وتلاقي السوبرفايزر اول سؤال بيساله لك هل تعرف تشتغل تحت ضغط؟ حمد الله بقى بيعرف يشتغل تحت ضغط. يا اخي صح معنا يا اخي، يا اخي هداف والله العظيم ما تلقى نفسه. مش طبيعي ده الانسان. يخرب بيت الساطي. شوفوا يا ولد احترم عقولنا يا رجل يا ساتر يا الساطي. يا والله العظيم انا صار المفروض اكره، المفروض يعني لك لا يا اخي قوي مهاجم والله العظيم. انا ما قد شفت واحد زي مخ ذا الانسان.
يخرب بيتك يا رجل، احترم عقولنا يا ابن المغرب. مش طبيعي ما شاء الله عليه، هداف بالفطرة. والله العظيم هذا لو فريقي وما عنده مشاكل مع فريقه اخليه والله ما يطلع، والله ما خليه يمشي ابدا. قوي. الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، باقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبسي. طب انا عندي سؤال يا باشا، احنا مع دول ولا مع دول؟ احنا شويه مع دول وشويه مع دول. كان امير كان هيخص عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. كان امير. الجملة التي أريد سماعها باستمرار في المستقبل: لقد غيرك المال كثيرا. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ خويا نخاف عليك لا تشبعوك المروك. يا لها من لحظات، انا بس فاضل لي انهي علاقتي بنفسي، لحظة وداع الصعبة لا شك في ذلك، وابقى نهيت كل العلاقات اللي في حياتي الحمد لله. الصعب من يرحل عنك ولا يرحل منك، من يرحل عني ولكنه لا يفارقه. صلاح ادعي لي يا صلاح، ادعي لي انا بدعي لك وانت ادعي لي.